بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أهلا بكم حبايبي في فيديو جديد. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنعمل زي ما انتم شايفين كده كبدة بالردة. طبعا كبدة بانيه بالردة شرايح. طبعا الكبدة لازم تتبليها قبلها على الأقل بساعتين. تحطي بقى الثوم والملح والكمون، بشرة قشر ليمونة، يعني حاجات كده عشان الزفورة. والردة بتاعتنا اللي احنا عارفينها البلدي، مش عاوزين اكتر من كده. طبعا الطبق النهارده سهل وبسيط واقتصادي، وشويه كمون وشويه ملح، مفيش اكتر من كده. ايه في الكبده سهله جدا. طبعا انا بحب اشكر كل القنوات حبيبتي اللي دايما تعلق لي وتديني بصراحه يعني كلام تحفيزي وبصراحه كلامهم جميل جدا. قنوات كتير قوي قوي، كلكم حلوين وكلكم بصراحه كلامكم زي الفل وزي العسل. وربنا يديم محبتنا دايما لبعض يا رب. وطول ما احنا بنحب بعض هنكبر مع بعض ان شاء الله باذن الله، ونستفيد من بعض باذن ربنا. وطبعا اللايكات يا جماعه، انا بكتب دلوقتي رقم اللايك عشان تعرفوا ان انا بحط لكم اللايك بتاعكم وتبقوا مطمنين. ويا ريت المعامله تبقى من مثل ان شاء الله باذن الله. كل واحد يكتب لي رقم اللايك بتاعها عشان برضه ابقى ايه عارفه ان هي عملت لي اللايك بتاعي. هنبدا بقى باذن الله الرحمن الرحيم. طبعا دي الرده. طبعا احنا قلنا ان احنا ايه متبلين بصوا الثوم مفروم جدا، فرماه في الكبة، وحاطه الكمون والملح متبلاها ايه بفترة عشان ايه تاخد بصراحة يعني التتبيلة كويسة، وتبقى ايه طعمها حلو في الايه في الاكل ان شاء الله باذن الله. دول شوية طبعا كمون، هحط شوية كمون كده برضو عليها قدامكم كده. دي شوية بقى كمون احطه على الردة برضو، وشوية برضو ملح كده، وشوية ملح برضو ايه على الردة كده برضو عشان تبقى ايه فيها تتبيلة. نقلب تاني برضو قدامكم كده. الكمون طبعا يا جماعة انتوا عارفين ان الكبدة التوابل بتاعتها الكمون بس، اي حاجة تاني ما تحطيش. كمون، قرن فلفل عاوزة تفرميه مع التومة، فلفل اخضر سبايسي ماشي، لكن اي حاجة بقى تاني ايه ما تحطيش. هنا هنقلب الردة كلها كده بشوية الكمون اللي احنا حطيناها. طبعا احنا جايبين ايه صينيه كده او سرفيز عندنا، حاطين فيه كيس نايلون مقطعيه كده وحطاه عشان ايه احط عليه الايه بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط الرده كده بالمعلقه عشان تبقى ايه متبله بسم الله الرحمن الرحيم. لازم ندوس كده ايه عليها كده بالمعلقه عشان ايه نضمن ان الرده في كل حته بسم الله الرحمن الرحيم. بس كله كده ايه. طبعا دي أكلة صحية واقتصادية، يعني لا عاوزين بيض ولا عاوزين دقيق ولا عاوزين أي حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. بصها كده. طبعا كده ايه قيمة غذائية وفي نفس الوقت موفرين، لأن طبعا الأيام دي طبعا احنا لسه الحمد لله احنا بنعمل كل الأكلات الاقتصادية علشان الأسعار بصراحة بقت حاجة فظيعة. فعلى قد ما نقدر كده ايه نقتصد في ايه في الأكل. قللنا بقى دلوقتي الفراخ خالص، اللحمة دلوقتي بقت بأسعار حلوة، وناخد اللحمة جميلة برضو في الشتاء بالذات. فنستغني عن الفراخ شوية باللحمة والكبدة والحاجات دي. طبعا احنا بقى ايه لازم
نضغط عليها كده بالمعلقة عشان ايه الردة تدخل في كل ايه انسجة الكبدة، عشان لما نيجي نقليها تبقى ايه تبقى متماسكة مع الكبدة، ما تنزلش في الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. بالظبط. نضغط كده بالمعلقة كده عشان ايه الردة تبقى ايه كويسة نخش في كل الأنسجة بتاعة الكبدة. والناحية التانية كمان برضو نعمل نفس الحكاية كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نجيب بقى ايه طبقة تاني كده عليها كده نحطها ونعمل ايه بقية الكمية. يا جماعة والله قيمة غذائية جامدة جدا الردة مع الكبدة ما شاء الله. شوية كده هنا. دي كبيرة شوية عاوزين نقسمها، ممكن نقسمها لو احنا مش عاوزينها تبقى كبيرة قوي نقسمها. حسب الحجم اللي احنا عاوزينه نقطع الكبدة عادي مفيهاش حاجة. طبعا هنعمل الكبدة كلها ونرجع بقى ايه ليكم ان شاء الله بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم حبايبي، احنا دلوقتي حمرنا الكبدة زي ما انتم شايفين اهو ما شاء الله جميلة، وعملنا شوية مكرونة جنب الكبدة وسلطة خضراء. زي ما انتم شايفين الشكل جميل جدا، وجبة متكاملة ان شاء الله تعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.